اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله الأوقات واللحظات. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أستاذنا ومعلمنا بإذن الله فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا سعيد، مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد، الله يبارك فيك. أمي، أيها الاسم المؤسس في ضميري، الخالد في وجداني، المستحق للثناء والدعاء، أيتها الفاضلة أبدا، أيتها الكريمة العالية، بقدر لحظة الولادة العسيرة ولحظة الليلة الطويلة ولحظة القلق وأيام الصبا وساعات الشقاوة، لك الشكر ومنك العذر، ولك عظيم التقدير والاحترام. أمي، سيدتي الكبرى وأستاذتي الأولى ورائحة الأرض والتراب وعاصمتي من العذاب وبركتي في خطوات الحياة. أمي وكل الأمهات وغير الأمهات من الفاضلات اللواتي ربينا وعلمنا وكبرنا تحت اسم الأمومة الراقي، الشكر لكن والدعاء منا لكن والعذر منكن، والله يجازيكن عنا خير الجزاء. شيخنا السعيد، أمي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. صدق الله إذ يقول في الوحي الطاهر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أجاب السائل: من أحق الناس بحسن صحبتي، أو في رواية أخرى بصحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فمكانة الأم أعظم وأرقى وأسمق. فللوالدين مكانة عالية جدا في شرع الله عز وجل. هذه الأم التي حملت، هذه الأم التي وضعت، هذه الأم التي أرضعت، هذه الأم التي ربت تستحق هذا الثناء، كما تفضلتم في هذه المقدمة اللطيفة أخي أحمد، جزاكم الله خيرا. فكلمة أمي أعظم كلمة في هذا الوجود، لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، لا يعرف قيمتها إلا من ضيع حقها بعد وفاتها. فكم من ابن وكم من بنت تبكي وتتألم بعد وفاة الأم، فإذا راجع نفسه وإذا راجعت نفسها هذا الابن أو تلك البنت وتستحضر الذكريات، تستحضر تلك السنوات الفوائد، فإذا شعر أو شعرت بالتقصير تجاه الأم، لا شك أن الألم يكون عميقا، لا شك أن الجرح يكون عميقا، ولكن للأسف الندم لا ينفع في هذه اللحظات. لذلك نستثمر هذه المناسبة لنوجه النداء إلى أنفسنا، إلينا وإلى الناس جميعا. من كانت له أم
لابد أن يعمل على الإحسان إليها، أن يحسن إليها وأن يوقرها وأن يبجلها وأن يقبل رأسها وأن يستعطف قلبها وأن يستميل قلبها بألوان من الإحسان. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأن يستثمر مع هذه الأم، مع هذا الكنز الغالي، هذه الأيام التي البواقي في حياته، لابد أن يحسن استثمارها ليجني الدرجات العلى، ليجني الثمرات، ليجني الحسنات. ومن فرط وقصر عليه أن يجتهد في تعويض ما فات، في استدراك هذه الفوائد. والذي ضاعت منه أمه بين يديه وكان مفرطا وكان مقصرا، عليه أن يندم وأن يدعو الله عز وجل ليسخرها لتعفو عنه. لابد أن نعمل جميعا من أجل المحافظة على هذه الأمومة. حينما نقول هذا الكلام لا نقوله بمناسبة هذا اليوم أو يوم الأم إطلاقا، لأن الذين ضيعوا الأم في بلاد الغرب، والقصة معروفة تاريخيا، وأول احتفال حصل في 1908 رسميا بيوم الأم تذكيرا للأولاد الذين ضيعوا هذه الأمومة، الذين لا يتذكرون أمهاتهم فيذكرونهم باليوم العالمي للأم، كما يذكرون أيضا الأولاد بيوم الأب وبيوم كذا ويوم كذا. ولكن في الحقيقة في دين الحنيف الحمد لله هذه الأم تحظى بذلك التقدير والتبجيل والاحترام في كل يوم، ليس يوما فقط في السنة بل في كل لحظة، بل في كل ثانية. هذه أمي وهذه أمك وهذه أمهاتنا، لابد أن نعمل من أجل تحقيق مقاصد الدين في رعاية الأمومة ولا نضيع. ومما يؤسف له بعض الأولاد الآن وهم ربما يستمعون إلى هذا الكلام، أمهاتهم وربما أيضا آباؤهم هم الآن في مراكز الشيخوخة التي تسمى هذه المراكز بدور الرحمة. وفي الحقيقة ما وجدت دور الرحمة إلا لضياع الرحمة، لانعدامها في بعض القلوب، لانعدامها في بعض القلوب. فأن نسمي هذه الدور دور العجزة أو دور الرحمة ما وجدت إلا لضياع الرحمة بل لانعدامها. لابد أن نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان. نسأل الله التوفيق والتيسير. بارك الله فيكم شيخنا السعيد. واسمح لي ربما سنخرج عن المألوف في تعاطينا اليوم، لو أن الدكتور أستاذنا شيخنا الداعية الدكتور سعيد بويجري يحدث عن أمه اليوم في علاقته الخاصة، وهي تلك المجاهدة التي جاهدت لأجل هذا الوطن، ماذا يمكن أن يقول في يومها العالمي عنها؟ أقول لأمي أقبل رأسك احتراما وتبجيلا وتقديرا، أولا لأنك جاهدت في هذا الوطن العزيز، لأنك دخلت السجن والحمد لله رب العالمين رفقة الوالد رحمه الله عز وجل ورحمه الله جميع موتى المسلمين. أقولها أيضا أنك شكرا أنك صبرت على تربيتي وعلى تكويني، صبرت وأنت تواجهين مصاعب الحياة ومشكلات الحياة، وسهرت لكي أنام وتعبت لكي أرتاح. أسأل الله عز وجل أن يحفظها في هذه الدنيا تمهيدا لحفظها المؤبد من قبل الله عز وجل في جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع أمهاتنا، الأمهات اللائي يعيشن الآن في دار الدنيا، أما اللائي انتقلنا إلى رحمة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقهن الفردوس الأعلى وأن يسكنهن جميعا جنات عدن، وهي جنات إقامة خالدات في هذه الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهن جميعا في جنات النعيم. بارك الله فيك شيخنا. ربما لو تقولها بالقبيلية تفهمها أحسن. بارك الله فيك سيدي سنتي مات سما كدننا
ثيمات ماشي ونواس كان الساعة ذي ديننا الحمد لله نغذي جادتنا ثيمات الساعة أزال الساعة القدر الساعة القيمة ماشي كان ذي نواس وها ربي وقاذ يعني يفرحني ثيمات نسن وقاذ يثنتي صفراحان وقاذ يثنتي عزن وها ربي الفرصن ثونيت دونيث مادام ورموث ترى باش تنتعزن أكثر باش تنتقدر أكثر باش تربح وراون نسنت خاطر وراون انت يماثلنا ربي أذ يقبل دعوة نسنت ماذا وقاذ يفرطن ماذا وقاذ يتسون القيمة تيمات مادام ورموث ترى الفرصن ثونيت دونيث نسنت انتوذر نسنت باش تعوضا أثنتقدر وظلفن السماح سيسنت ماذا وقاذ ومثل تيماثين أوها ربي لقد ندمان وضروح نسيزك ونسنت وظلفن السماح ربي زمري كل شيء أدي سرقق ولا ونسنت أدي سيحن ولا ونسنت باش يعفون إيورا ونسنت ماذا وقاذ يعني أهاثي يغلظ نطاس يقشد نطاس إما ولا نسنا ثي ماثي نسن أثنتاي ذو خام قمغارا أسني وذم ربي لقد مكثي مساء أتروح ما تجمع في مثنون أنت تجمعان أخطر ربي سبحانه يوصف لا سنت في صلى الله عليه وسلم يوصف لا سنت ولاش ذا شو عزيزا إقغلايا ذي الدنيا ثاقي أم في مات في قاذ يموتنا في لسنت يعفو ربي في قاذ تعيشين أسنت يفكى ربي السر ذي السر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري وأحسن الله إليك. حقيقة في عيد الأم العالمي نذكر أن عالمية الإسلام تجعلنا نحترم كما خلد هذه الأم في كتابه العزيز ربنا سبحانه وتعالى ستبقى دوما تاجا على رؤوسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على بركة الله مشاهدينا الكرام نشرع في استقبال المكالمات والاستماع إلى انشغالاتكم عبر أرقامنا للتواصل. تفضلوا بطرح انشغالاتكم وأسئلتكم ونحن بإذن الله في خدمتكم. سيد أحمد نبدأ. بسم الله. نعم سيد أحمد. من تيزي وزو نشرع أختنا أمال. أختنا أمال من تيزي وزو. قلت لك بغيت نطلب تليفون تاع سعيد الشيخ سعيد الله يحفظك. أختي أمال طيب خليك معنا أوكي. شكرا أوكي. شكرا. قول لي خويا بغيت نعرف كيفاش نلقاه. طيب خلينا هذه آخر خارج المباشر سيدة أمال. شكرا جزيلا بارك الله فيك. معلش خلوا سيدة أمال خلوها على الاتصال. خذوا رقمها سيد أحمد لو سمحتم وسيتواصل معها شيخنا الدكتور سعيد البوزري. أن نرجو فقط التذكير مشاهدينا الكرام أن المباشر لطرح الأسئلة والانشغالات في حالة ما هناك فيه طلب لرقم الشيخ أرجو أن يكون خارج المباشر فعلى بركة الله لنجيب ولنستثمر الوقت لو سمحتم. أختنا بارك الله فيك سيد أحمد. أختنا خديجة من تيارت مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم خويا أحمد؟ الحمد لله سيدة خديجة مرحبا بك. الحمد لله. كلمك خويا أحمد الأسبوع الماضي اتصلت بالحصة بالشيخ بوزري. أيوة. وكنت سألته على منحة الوفاة. أيوة. كان الوالد نتاعي هو اللي توفي ماشي الأم. أيوة. ادعوا له بالرحمة وادعوا للأم نتاعي إن شاء الله بالحفظ وإن شاء الله ترضانا هي والوالد. يا رب يا رب بارك الله فيك. آمين يا رب العالمين. وكان سؤال سألته فيما يخص الحولي كان عطاني إجابة بصح ما فهمتهاش. قلت له إنه الوالد نتاعي في حياته رحمه الله كان شرى لي قطعتين تاع ذهب. أيوة. السؤال هل فيهم زكاة أم لا؟ هل فيها زكاة ولا لا هذه القطعتين تاع الوالد الله يرحمه؟ والسؤال الثاني كان عندي مبلغ من تفضل السؤال الثاني يا اخويا احمد. تفضلي اخت خديجه. والسؤال الثاني فيما يخص كان عندي مبلغ من المال وكنت قلت للشيخ انه كانت عندي نية مزدوجة وزدت تلفت شريت سلسلة كان القصد نتاعي اني
ما نفلش لخويا، بمعنى ما نوقعش في حرج معاه، وبالمقابل كنت باغيه نلبسها، بمعنى ماشي بنلبسها. واضح. هل فيها زكاة أم لا؟ نعم واضح. نتمنى من الشيخ أيضا أنه يفهمني ماذا يقصد بالادخار. ما ستسمعين بالتفصيل إن شاء الله. معلش أخوي أحمد، نفضل سؤال آخر. تفضلي أختي خديجة، تفضلي. شكرا، ربي يخليكم إن شاء الله. فيما يخص الحاجبين. أيوة. أنا عندي الحاجبين كثيفتين نوعا ما، وكاين الشعر بين الحاجبين. أيوة. أنا حاولت أني ما ننزعش الشعر هذاك، لكن أطراف العائلة كيجعوا نفروا نوعا ما من الشكل تاعي. هذبتهم لقدر معين، زعما ما نقصتش منهم بزاف. واضح. أضيف إلى ذلك قيل لي أنه ما بين الحاجبين ليس بحاجب، هل هذا صحيح أم لا؟ واضح. هو الشعر بين الحاجبين. نعم. لا نحيت لي بين الحاجبين وهدفت من الأطراف. أيوة. شكرا، ربي يخليكم. شكرا أختي خديجة، بارك الله فيك. على كل تعقيبا فقط ربما على ما تفضلت به أختي خديجة، المشاهد الكريم عندما يتمكن من الاتصال بنا ويكون على المباشر أهلا به، لأنه خلاص لا يستأذن في طرح أسئلته، كل انشغالاته مرحبا بها، فقط أنه الواحد لا يطيل على السادة المشاهدين في تكرار سؤاله، يحدد سؤاله ويتفضل مهما كانت أسئلته، نحن في الخدمة ولا نحجر على أي سؤال، وبارك الله فيكم. سيد أحمد إلى تلمسان، أختنا رشيدة مرحبا بك. تلمسان أخت رشيدة، السلام على تلمسان. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك أختي رشيدة، تفضلي. شوف، عندي سؤال الأول خاص الزوج تاعي، عنده وقم باستصلاح قطع أرضية الأم تاعو ياك. أيوة. وكانت زغدة فيها أشجار حب الملوك، وهو اللي يسقيها ويقوم بها وما يحاسبوش، يجوا ينحوا وما يحاسبوهمش، والأم تاعها ما في وجهه ما تقولهاش ياك. فهو حبيت يعرف اسكو الثمن اللي كبدا من الغله حلال عليه ولا لا، رغم انه اللي يجي ينحي وهي في وجهه ما تقولش باللي معليش، تعرف بحكم كاني في البيت تقولي لا ما قلتلاش غرسهم وقابلهم، فهو ما تقولش. خلينا برك يا اختي رشيده، شيخنا واضح. من استصلح الاراضي؟ اختي رشيده. الله ينور. زوجك هو اللي يستصلح الارض؟ ايه تمام. ايوه. وشنو الغله اللي فيها؟ حب الملوك. الله يبارك. ايوه. ينحي منها، يديو منها ويسقيها وكل شيء، هما يديو منها وينحيو كل ساعه الغله كي يبيعها يدي ثمن، خي ثمن باش تبيع والثمن الاخر هو يستفاد منه. شيخنا واضح؟ فقط كيف كان الاتفاق؟ هل هي هي ما قالت له والو، بحكم كانك كي تزوج كي زعما كي عروسه مش عارفه، كتقولي ما قلتلاش كتخليها هكذا جرده ما يخدمهاش، لكن قلت لها هي عاود قلت لها قولي له، هي ما تقولي لا ما نقولهاش. يعني الوالده حشمت تقول لوليدها هذا الشرط؟ ما تقول له والو. المهم قلت معليش تعبت فيها دار فيها، عاود كي تعبت نعرفها تقول لي قلت لها ما قلتلاش خرجت فيها تاع الوراثه هذيك. هي نتاع الاب ولا نتاع الام؟ تاعها هي. تاعها هي. هي شيخنا تعتب عليه، هي ما تهضرش، ما تقول له والو الوالده، ما تقول له والو هي، ولكن تخبر زوجته وتقول له هذه نتاع ورثه وانا ما قلتلوش يدير هكذا الى غير ذلك. تكون زعفانه. كي تكون زعفانه برك. كي تكون زعفانه ويدي هو كي يجمع يدي لها حقهم كما اللي خواتها يدي لهم. ايوه. واضحه الصوره شيخنا؟ واضحه. القضيه الثانيه نفس الشيء. اختي رشيده خلينا برك لازم نستبينوا الامر. الزوج نتاعك يخدم الارض الله يبارك ويعطي حق لكل ذي حق حقه، على اي اساس؟ على اساس شرط من الوالده؟ لا بوحده كي يجمع يدير حقه تاع الماريتي ويدير خواتها الزوج، يعني يدير لها هي بالذات واللي يبقى يبيعه.
واللي يبقى يبيعه. ولكن هذه الأرض نتاعها هي تاع الأم. نتاع هو الأم. كي كانت قطع اسمها أرضية كتب الورثة، ما فهمت المربط بينهم. طيب أختي رشيدة، نعم. هذه الأرض ملك الأم ماهيش ورثة؟ لا، ملك الأم. ملك الأم. إذن الأم حية. نعم، ستسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا أختي رشيدة. سؤالك الثاني. سؤال ثاني في الشيء تاع دوك ملك الأب. الأب توفى وخلى قطع أرضية وخلى بيت، وعندهم خواتاتهم المرأة الأولى، هما 3 بنات، الزوجة الأولى والزوج تاعي هما 4 دراري و6 بنات. كي حد يقسم الأرض، خواتات الأولين ما حبوش، كان يقسموا الدار. الأم ما حبتش تقسم الدار، قالت لهم أن الدار أن بنيتها كانت عبارة عن كما نقولوا قربي، وردتها دار. هي أم تاع الزوج تاعي مجاهدة. واضح. هي دوك ما الحكم تاعها هما حبوا يقسموا الدار، والبنات الاولى ما حبوش يقسموا الارض. حبوا يقسموا غير الدار، حبوا يقسموا قبل الدار المغلوب عندها حيث ما نبيعوهاش. ودوك كل شيء حادث. واضح. هو ثاني هي الارض تاع با ما خلاهاش تموت، غيخدم فيها واللي يجي اللي يشبه يجي يجمع الغله ويديها ما يحاسبهمش. طيب هذه مش الأرض نتاع الغلة، تاع الأب تاع با أرض أخرى. فهي فيها أجزاء حب الملوك، فهي الصغيرة كما نقولوا نحوها كامل ما حاسبهمش، جمعوها كامل وخلاهم ما حاسبهمش، فما حبوش يقسموا. شيخنا واضح، أنا ما حبيتش. واضح فيه جواب يستوعب كل الاحتمالات. طيب جميل. السؤال الثالث لا خليك. تفضلي. كي واحد يقضي الصلاة، أنا الحمد لله نقضي الصلاة، كنا دابا عام ونص باقي في السنين هايدك، بصح نبداو بالتوقيت شنو نقولوا بالميلادي ولا بالهجري. عودي لي الله يرضى عليك قضية الصلاة. قضاء الصلاة، أنا كي بديت نقضي الصلاة بديت بأن مثلا بديت في جونفي 2014. أيوه. غتكون نديرو داك شنو نقولوا التقويم الهجري والتقويم الميلادي. طيب. بالنسبة واحد اسمح لي السؤال الرابع بالنسبة للحيض، مثلا كيكون الحيض يصفى عند العصر، اسكو الظهر والصبح نقضيه ولا لا؟ واضح. وعند العصر يعني بعد أذان العصر. بعد أذان العصر نقولوا حال طهارة. أيوه. هل أقضي نقبل الظهر والصبح ولا لا؟ واضح الله يرضى عليك. بارك الله فيك، بارك الله فيكم عينيات كل الأمهات. ربي يحفظك. شكرا جزيلا سيدة رشيدة. شكرا جزيلا أختي رشيدة. سيدة أم أحمد سكي كده، مرحبا بك. بكم أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. مرحبا بكم. حبيت عندي واحد السؤال على الأرض، على إرث الأرض. أيوة. حنايا عندنا واحد الأرض في تونس. أيوة. شراها شغل جد الوالد ربي يحفظه وربي يرحمه. أيوة إن شاء الله. وهذيك الأرض لم تسجل باسم الورثة. أيوة. ومن بعد كما كان جد الوالد عنده ولده مات قبله، ومن بعد وهو قسم الأرض، قسمها لولاده في حياته، وقسم قطعة لولد ولده لحفيده. أيوة. ومن بعد هذيك الأرض الأولاد كانوا متفاهمين يستغلوها إلى آخره، ومن بعد ولا الاستقلال رجعوا هنا للجزائر، خلاوها كراوها كل ولاد تاع أخ كرا واحد. خلينا شوية علينا السيدة أم أحمد. الشيخ سعيد واضح بعد الاستقلال رجعوا يعني من تونس دخلوا الجزائر هكذا؟ دخلوا الجزائر فوالا. أيوة. وهو كيقسم الجد في حياته، جد الوالد أعطى هذاك الحفيد ابن الذي مات قبله. قسمها الأرض هما في 3 إخوة والحفيد 4، قسمها ل4. ماشي إخوة، هما 3 أبناء نتاعو والحفيد روح. أيوة.
وبعد الاستقلال رجعوا للجزائر كمل. كي رجعوا لهنا قعدت هذيك الارض ما مسجلات باسم الوراثه. سجلت على من؟ على اسم من؟ ما مسجلات حتى قاعده برك باسم جدهم، باسم الجد الكبير. ايوه ايوه. ومن بعد قالوا لهم ما على بالك في الهلالات، قالوا لهم باللي داتها الدوله ولا ما نعرف تاع تونس. ولات هنا كاينه وحده قريبه من قريباتنا راحت دارت محاميه لهنا ودارتها، ولات هذاك الحفيد نحت له الارض، دارت قضيه باللي قالت ما يورث. ايوه هذا السؤال الاول. نعم. دقيقه سيده ام احمد، شيخنا واضح؟ واضح نعم. طيب بالنسبه للتغييرات هذه والمحامي بعد 2012 بعد 2012 بعد لحد الان، ومن بعد القضيه ما عندهاش بالك شهرين رفضوها لهم ودوك زادوا عاودوها من جديد. طيب كي سجلها الجد في تونس انت قلتي باللي عطى لثلاث اولاده وزايد الحفيد. عطى لهم عن طريق الهبه ولا كيف باي طريق؟ كاينه وصيه كتابيه بخط اليد. على كل حال اختي، على كل حال الشيء اللي نجاوبه الان جاوبك من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه القانونيه، ولكن جاب لي ربي لازم يكون تفاصيل اكثر، لانه ماهوش معقول نهار اللي تكون مسجله عن طريق الهبه لا يمكن، واذا كان عن طريق الوصيه سوف اجيبك ان شاء الله، ولكن الرجاء يعني بعد اذنك يا اخي احمد خلي رقم الهاتف نتاعك لانه نحتاج الى بعض الملاحظات نقدمها لك خارج البرنامج. نعم. طيب احنا عندنا مثلا النصيب تاع الوالد ربي يرحمه، احنا بابا مات درك نصيبه، احنا بابا خلانا احنا 3 بنات وعمتي وعمي. واضح. وعمي واحد مات من وراه، مات بعده ب8 اشهر. واضح واضح. الشيء اللي ناخذوه احنا من الارض اللي منا نمدوه كيف نقسموه. صافي الوالد نتاعك خلى 3 بنات 6 3 بنات 3 بنات وخلى عمك وعمتك. عمي مات بعده، كاين عمي واحد مات بعده. وكاين عمي وعمتي مثلوا حيين. صافي 2 عمام، واحد مات بعد الوالد نتاعك بعد بابا ب8 اشهر. ايوه. والاخر حي. والاخر حي. وعم نتاعك. واضح. طيب سيد احمد بعد السيده ام احمد ناخذ السيده ام طارق فقط، يعني حتى القضايا هذه يبدو اننا راح تحول الى برنامج صلح وخير. السؤال اللي بعده سيده ام احمد. سيده ام احمد النميرو تاعي نعطيه لك. تفضلي سيدة أم أحمد، تفضلي بسؤالك الثاني رجاء. هذا هو فضيل. هذا الله يبارك فيك، يعطيك الصحة سيدة. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. الله ينورك. شكرا سيدة أم أحمد من سكيكدة إلى فرنسا. سيدة أم طارق مرحبا. بخير. مساء النور. بخير الشيخ. مساء النور. نجم نهضر بالقبيلية؟ تنجمي. مرحبا. الله يسلمك. مساء الخير الشيخ. حبيت نسقسيك على رمضان. تزومر الاثنين ذي الخميس. دونك سنجي وزعمر بلوس كالاثنين والخميس. اسكو هذا كمله على ما يقرب رمضان مي غادي حبسه شويط قبل رمضان باسكو زري غير خاطر ديجا كذا زومر ني غاس جو في كونتينيو نقمر اون سيمين اونكور ني غادي حبسه قبل رمضان. اسكو كاين دات حبسه قبل رمضان. تصدرت ما بارك الله فيك. صحه بقاو على خير والله يستركم. بارك الله. على خير. ميرسي بوكو. صحه. شكرا سيدة أمطار. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. شكرا جزيلا على ثقتكم، وأعان الله شيخنا الأفاضل على الإجابة وتعليمنا من خلال هذا الفضاء. شيخنا السعيد اليوم صلح وخير يعني. نبدأ من أختنا أمال من تيزي وزو طلبة الهاتف، أختنا خديجة من تيارت بالنسبة لسؤال الحلي. نعم. وكذلك منحة الوارث. منحة الوارث. تمام. نعم. السؤال الثاني. أجيبك يا الأخت خديجة بما يأتي بيانه.
أولا بالنسبة لمنحة الوالد من ناحية القانونية، هذه المنحة يعني تمنح للأم يعني للزوجة بعد وفاته. صحيح. هذه معروفة. معناتها الأولاد ما عندهمش حق إطلاقا في المنحة اللي تروح للأم أصلا، يعني أقصد للزوجة بعد وفاة زوجها. وننبه إلى أمر يقع فيه بعض الأولاد. كاين اللي يقول ليماه هذه المنحة نتاع بابانا العرق نتاعو، لذلك أنا أحق بهذه المنحة منك، ولا في أحسن الأحوال يقول أنت عيشي خذي النص ولا خذي الثلث ولا، والباقي لنا الأولاد، عرق جبين الوالد. وهذا غير صحيح، لأن القانون يمنحها للزوجة فهي صاحبة الحق. زيد، وحتى بالنسبة لأرامل الشهداء كاين اللي عندهم أولاد اللي يقول لي ما بابا الشهيد يعني أنا أولى بالمنحة. هذا غلط. منحة الشهيد تمنح للأرملة قانونا زوجته الأرملة، وكذلك البنات مثلا غير متزوجات ولا لذوي الحقوق. ذوي الحقوق هم الذين حددهم القانون بصفاتهم، فهم المستفيدون فقط. تبقى الأم بغير إكراه وبغير ضغط، إذا كان هي حابة تعطي لأولادها من تلك المنحة فهي حرة، ذمتها المالية مستقلة، لا يجوز أن تكره أو يضغط عليها بالتنازل عن دينار واحد من هذه المنحة. ولا يجوز أيضا للأولاد باش يديروا لها كما نقولوا الشونطاج، يعني ما يقضيوا لهاش وما يديوهاش للطبيب وما يقوموش بها وكذا وكذا. لا، اليوم تكلمنا عن الأم، فالأم واجب علينا نخدموها وما نطالبوهاش بالثمن. إذا هي تبرعت بمحض إرادتها وبخالص نيتها بغير إكراه أو ضغط، الله يبارك، هي حرة على أن تكون عادلة إذا منحت جزءا من منحتها لأولادها. بمعنى إذا مدت الابن نتاعها 100,000 دينار، تمد للبنت 1000 دينار، لازم تعدل. إذا عندها 4 أولاد تمد لهم كيف. ولا يصح شرعا أن تعطي مبلغا إضافيا لأحدهم إلا بمسوغ شرعي. مثلا عنده مرض يعني تعاونوا في العلاج وشي من هذا القبيل، هكذا اتفق الأخ أحمد. واضح. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا من جهة. فيه نقطة أخرى ما طرحتها الأخت في الأسبوع الماضي، وهي ما تتعلق برأس المال الوفاة، كابيتال ديسي. هذا يحدد قانونا أيضا. أكيد ربما البعض يعتبره من الميراث بحكم الاقتطاعات المالية التي تقتطع من راتبه الشهري. سامح لي شيخنا، أنا مطالب أن أوضح في هذا الصدد أن هذا رأي شيخنا وأستاذنا الدكتور سعيد بوزري، وثمة رأي أيضا داخل هذا البرنامج يعتبر منحة الوفاة ميراث. فمن ثم شيخنا نوضح هذه النقطة. تفضل. بارك الله فيك. لذلك المرة اللي فات قلت نزيد نأكد اليوم إن شاء الله على المباشر أنه سنلتقي إن شاء الله تعالى لتوحيد الفتوى في هذه المسائل. لماذا؟ نوحدها من ناحية الشرعية، وكذلك لابد من إعطاء الاعتبار للقانون، لأن القانون يمثله ولي الأمر. ولي الأمر إذا شرع، يعني نعطي مثال للإجابة عن هذا الإشكال. مثلا أخ أحمد، نفترض جدلا أن القانون يقول هذا رأس المال يمنح لفلانة، للزوجة للأرملة، ويمنح للبنت غير متزوجة. اتفقنا؟
فرضا أن أحد الأولاد ينافس البنت في هذاك المنحة، وهو لم يرد لم يكن من ذوي الحقوق من ناحية القانونية. وصل الأمر إلى القاضي، لأن النزاع يطرح على مستوى القاضي. صحيح. والقاضي يحكم بمقتضى النص القانوني، يقول هذا المبلغ أصلا لا يملكه هذا الشخص بعد وفاته اللي جاء، أليس كذلك؟ والقانون أعطى هذا المبلغ للأرملة وللبنت مثلا غير متزوجة، ويأتي هذا الابن وينافس البنت، يعني أخته، يقول لها أعطيني حقي، يقول لا ما أعطيلكش. شيخنا يقول لها العلماء يقولون أن رأس مال الوفاة يعتبر ميراث، طيب يقابلها بالحكم الشرعي. تقول له عند حصول النزاع يرفع الأمر إلى القاضي. أيوة. فالقاضي بما يحكم هنا بالقانون، يحكم بالقانون، يقول هذه أصلا مساعدة، لأنه فلسفة هذه الاقتطاعات على سبيل التضامن، حتى ولو يستفيد هو يستفاد غيره من المواطنين الجزائريين، أليس كذلك؟ المهم المسألة تحتاج إلى نقاش يعني طويل، ولكن القاضي يقينا أن هذا الابن سيخسر هذه القضية، يقينا يخسرها، وإذا كان خسرها يولي إشكال داخل الأسرة. لذلك لابد من توحيد هذه الأمر إن شاء الله. هذه وجهة نظر يعني لها أصولها، لا من ناحية الفقهية ولا من ناحية القانونية، سنناقشها مع إخواني مع زملائي في مجال الإفتاء، وسنخرج لكم إن شاء الله معاشر الناس برأي موحد في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله تعالى. الحلي هكذا يعني نحن الإشكال بكل شفافية. الله ينور. الله يبارك. وطبعا دائما نؤكد أن الاختلاف هذا مظهر صحة، كما اختلفنا في مسائل أخرى عادي، ما كان حتى إشكال. طلاق الحائض مثلا طلاق بدعي، أليس كذلك؟ فهناك من يقول أن هذا الطلاق هو بدعي صاحبه آثم، وهذا طلاق حرام ولكنه يقع مرتبا لآثاره الشرعية. هذا رأي فقهي معتبر. وهناك رأي فقهي آخر يقول أن هذا الطلاق لا يقع كونه بدعيا وصاحبه آثم، وتعطى الرخصة الشرعية لصاحب السؤال إذا توفرت بعض الأسباب. من هذه الأسباب السبب الأول رقة الدين، السبب الثاني الجهل بأحكام الشريعة، فكم من إنسان يجهل أحكام الشريعة في هذا المجال وفي غيره من المجالات. السبب الثالث إذا كان عندهم نية خالصة في الاستمرار في الحياة الزوجية والحفاظ على الأسرة. ويأتي السبب الرابع، فإذا وجدنا رخصة شرعية للحفاظ على الأسرة لكي لا يشرد الأولاد وإلى آخره نمنحها، ونحن في غاية الاطمئنان والسكينة والراحة. كما صار خلاف في هذه المسألة يصار خلاف أيضا في هذه المنحة. على كل حال سوف نتناقش ونخرج برأي موحد إن شاء الله تعالى، ولو خرجنا برأيين فالإنسان مخير، واختلاف اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. بارك الله فيكم شيخنا. الحلي بالنسبة للحلي الأخت أمال من الأخت خديجة من تيارت، بالنسبة للقطعتين نتاع الذهب اللي أعطاهم لك الوالد في حياته الله يرحمه، هذه تعتبر هبة. الآن إذا كان الذهب هذا بلغ النصاب اللي هو 85 غرام، إذا بلغ النصاب فالزكاة تجب. يصير هذا الذهب وعاء من أوعية الزكاة. اتفقنا. الآن هذا الذهب هذا ولا السلسلة اللي شريتها، فإذا كان عندك نية أنك تستخدمين وتستعملين هذا الذهب مهما بلغ فلا تجري عليه أحكام الزكاة. يعني عندك ذهب أكثر من 85 غرام، 100 غرام ولا 200 غرام، وراكي تستخدميه، وماشي شرط تستخدميه دائما راه في يدك مثلا، لا، يعني من ذاك في الأعراس وفي المناسبات وفي الولائم وتجبديه وتلبسيه وهكذا. إذا عندك هذه النية فلا زكاة على هذا الذهب مهما بلغ. أما إذا كان عندك نية الادخار كما يقولوا بالدارجة،
تخليه العقوبة. وإحنا على بالنا باللي الذهب يحتفظ بقيمته. إذا كان واحد يخرج مثلا أنت عندك خاتم ذهب بعد 20 سنة يحتفظ بالقيمة نتاعو، ولكن 1000 دينار مثلا ولا 2000 ولا 10000 دينار، هل يحتفظ بالقيمة نتاعو؟ المرأة التي تكسب الذهب منذ 40 سنة واللي تكسب مثلا 40 مليون منذ 40 سنة، هل 40 مليون هذا كيما درك نفس القيمة؟ لا لا، ما لأن هذه النقود قيمتها قانونية، ولكن الذهب والفضة قيمتهما ذاتية. تجبدي هذاك ذهب وعنده قيمة، وإذا كان شريتي ذهب وعندك ذهب خليتيه العقوبة دخرتيه باش تحتفظي بهذيك القيمة، ويجي نهار تستثمريه تحوليه إلى نقود ودير به مشروع استثمار ولا، هنا يولي خاضع للزكاة. هذا هو المقصود يا الأخت خديجة. شكرا جزيلا شيخنا. وضحت مسألة الادخار التي طلبت، ما معنى الادخار التي طلبت مسألة الحاجبين. مسألة الحاجبين يا أختي، درك إذا كان تنحي هذاك الشعر الذي بين الحاجبين فلا حرج عليك. كل ما باختصار كل ما يشوه المرأة ولا يخليها كما يقولوا في حرج وتزيله، يعني تزيل القدر الذي يزيل عنها الحرج، فالأمر فيه سعة وليس في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله. طيب شيخنا سامحنا في هذا الأمر أسأل على هامش هذا السؤال. الموضة العالمية بمعطياتها الجديدة ومعطيات الصورة أصبح ربما طلب الأخذ من الحواجب يتوسع لهذا السبب، على اعتبار أن ربما حتى تلك التي تدينا تحترز لدينها وتأخذ قليلا حتى لا تشوه، يعتبرها الآخرون أنه ما زال فيه كبر وضخامة، ليس على غرار الصورة الشائعة. ماذا يفعل الواحد؟ والله أخي أحمد، إذا كان واحد يعني أولا لازم يكون عنده نية من البداية أنه لا يغير خلق الله. كل إنسان يرضى بما قسم الله له، لذلك في الحديث يقول ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. الإنسان يرضى بخلقته كما خلق الله عز وجل، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه يعني يتبع الموضة وهذا الصورة وتزيين الصورة الميكيافيلية في معالجة الأمور وفي التعامل مع الأمور، هذا لا يصح شرعا إطلاقا. لابد من احتراز الدين، لابد من التقيد والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، لأن المرأة المسلمة كالرجل المسلم كلاهما مطالب منه أن يكون ملتزما بالدين، ماهوش فقط يعني يصلي ويصوم، ولكن يساير هذه الموضة ويساير هذا الجديد ويتمرد على كل المبادئ والقيم والأحكام الشرعية. المهم أن يرضي غيره أو أن يسير ويواكب هذه الموضات. هذا أمر لا يصح إطلاقا، لا عقلا ولا نقل ولا من ناحية الأخلاقية. أما ما يشوه فعلا كالمرأة اللي يخرجها مثلا الشعر في وجهها مثلا، تزيل ما يسبب لها الحرج الشديد، هذا تزيله إن شاء الله تعالى، ليس في ذلك حرج. هذا يكفي. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أختنا رشيدة يبدو أنها وضحت لك مسألة الأرض والعلاقات المتشابكة فيها. تفضلوا. نعم. أول أختي رشيدة، نعطي لك القواعد وإن شاء الله تلقي فيها شيخنا. معليش ما نخلوش أختنا نصيرة تنتظر. طبعا. وبعد الأخت نصيرة نعود. أخت نصيرة مرحبا بك. أخت نصيرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واه الشيخ. مرحبا بك أختي نصيرة، مرحبا بك. مرحبا. بغيت نسقسي الشفع والوتر واش لازم الصورة اللي نقراها موراه أي آية نزيد نقراها ولا لازم آية تكون مور سورة الفاتحة؟ أيوة واضح أختي نصيرة. عندك سؤال ثاني؟ صح. وعندي سؤال واحد آخر. عندي يما مريضة وهي في الحياة على كل حال، وانا راني باغي نولي نصدق عليها. اسكو تجوز لي ولا لازم هي تصدق على روحها باش ربي يشفيها ان شاء الله؟ واضح. ربي يشفيها ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. وبغيت نقول لك كنت نتحاول في الصلاة نصلي ونقطع ذاك راني في العام راني قاعده وقتي، بصح بغيت الصلاة اللي فاتتني من قبل بغيت نصليها كيفاش نعاود نخلف اللي كاين اللي نصلي.
واضح أختي نصيرة. هذوما الأسئلة. ايه هذوما الأسئلة. بارك الله فيك أختي نصيرة، نجاوبوك إن شاء الله فيما تبقى من وقت. بارك الله فيك. نواصل الإجابة شيخنا إلى أختنا رشيدة من تلمسان. تفضل. بالنسبة لاستصلاح الأرض، زوجها استصلح قطعة أرضية لأمه، هكذا دار فيها حب الملوك إلى آخره. أولا نقول لك مجموعة من القواعد الأخت رشيدة فهمها مليح. القاعدة الأولى أن هذه الأم عندها ولدها وعندها أولاد آخرون، أليس كذلك؟ فإذا استصلح هذه الأرض، العبرة بالعقد اللي كان بيناتهم، بمعنى هذه الأرض ليست أرضه، ماهوش نتاعو، فبالتالي لا يصح له أن يستأثر باستصلاح الأرض دون إخوته. فإذا يعني مجانا، إذا كان أعطتها له، نعود إلى موضوع الهبة، كيفاش تعطي هذا وتحرم الآخرين وتمنع الآخرين. فإذا كان العقد شريعة بينتهم، العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى إذا كان متفاهمين مثلا يعطيها من الغلة ولا يدفع لها المبلغ معين، لابد أن يلتزم بما التزم به، بما اتفق عليه بينه وبين الوالدة نتاعو. أكتفي بهذا. الأب توفي وثلاث بنات، ثم تقول الأب توفي. أيوة. ترك قطعة أرض بنت إخوة من الزوجة الأولى. نعم. وطبعا عندما أرادوا قسمة الأرض طلبوا أن يقسموا الدار، وما يقسموش الأرض. هي صار خلاف في هذه المسألة. في أيضا في هذه نجاوبك يا الأخت رشيدة. قالت الآن كل شيء حبس. طبعا نعم كل شيء حابس، طبعا كل شيء حابس. لماذا؟ لأنه إذا كان ورثة يتفاهموا باش يقسموا بعض مكونات التركة دون البعض الآخر، هنا يثار النزاع. لذلك الخروج من هذه المشكلة بكل بساطة إحصاء جميع ما يملك الأب، كل ما يملك، سواء الدار اللي قلتيها ولا الأرض اللي يملكها، وكل شيء يقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية. لماذا؟ لأنه إذا كان بعض الورثة يقول لك نقسموا الدار وما نقسموش الأرض، لماذا ما تقسمش الأرض؟ ربما هو مستفيد دون إخوته. لذلك أحسن سبيل وأخسر سبيل للخروج من هذا المأزق، من هذا الإشكال، أنه لازم إحصاء جميع الممتلكات، دار وأرض وربما منقولات أخرى، دراهم ولا كذا، كل هذه الأموال تحصى وتحصر وتوزع على الورثة على حسب الفريضة الشرعية اللي قالها ربي سبحانه: للذكر مثل حظ الأنثيين. مادام خلى أولاد، الذكر يأخذ سهمين والأنثى تأخذ سهم واحد، ويجوز لهم باش يديروا ما يسمى بقواعد التخارج. يعني مثلا الدار ما يقدروش يملكوها جميعا، فبالتالي قيموها، تتقيم، إما يقيموها هم كورثة أو يستعينون بخبير عقاري يعرف هذه الأمور، يقيم هذيك الدار، وبعدين يا إما بيناتهم بالقدر والاحترام يخليوها الواحد منهم ولا زوج منهم، وإلا يديروا القرعة، إجراء القرعة بحضور الجميع بكل وضوح وبكل شفافية، وبعدين الباقي يأخذ من الأرض، يعني يقسموها على حسب قواعد التخارج. ماشي حاجة نشرحها لك الآن لأن المسألة فيها أمور حسابية، فيها أمور تقنية، ولكن المبدأ اللي سهل باش نفهموه أنه جميع الورثة على قدم المساواة عندهم الحق في جميع مكونات التركة طبقا للفريضة الشرعية للخروج من هذه الإشكالية. نعم. بارك الله فيك، شكرا شيخنا. أختنا رشيدة تسأل عن قضاء الصلاة، هل بالتقويم الهجري أم بالميلادي؟ لا يطرح التقويم الهجري أو الميلادي في هذا الأمر. في الزكاة يطرح التقويم الهجري والميلادي، نقولوا لازم نأخذ بالاعتبار التقويم الهجري. إذا كان واحد دخلوا مثلا الأموال في شهر شعبان مبلغ معين، يعني من هذه السنة 1436، نقول له بعد عام، يعني إذا بلغ النصاب، يعني دخلك مبلغ معين كثر مثلا 39 مليون وكذا، يعني هذا هو النصاب عندنا في الجزائر في هذه السنة، وزايد الشرط الثاني يدور عليه العام حولان الحول، يعني العام الجاي في شهر شعبان 1437 تخرج يعني ربع العشر اللي هو 2.5%. المعتبر إذن هو شهر شعبان، ما قلناش شهر ماي
لا، ما ناخذوش بالتقويم الميلادي، خاطر هناك اختلاف بين التقويم الميلادي والتقويم الهجري. أما بالنسبة للصلاة، الإنسان المسلم كي بلغ سن التكليف، بلغ سن التكليف تجري عليه الأحكام، أحكام تاع الصلاة، بمعنى ذمته تكون مشغولة بالصلاة. اللي بدا صلاة مثلا في 30 سنة ولا في 20 ولا في 40 سنة، نقول ذمتك مشغولة بالصلاة، عليك أن تقضي الصلوات اللي ما صليتهاش منذ بلوغك سن التكليف. نقول سن التكليف إذا كان بلغ في شهر شوال ولا في شهر رمضان ولا ذو القعدة وذو الحجة لا يهم، ولا جانفي ولا فيفري لا يهم هذا الأمر، المهم ببلوغه لسن التكليف من هذاك النهار، ويقضيها بالطرق التي شرحناها وسنشرحها بعد حين من خلال سؤال الأخت نبين لها طريقة القضاء وباش ما نكروش وما نضيعوش الوقت إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. في حال طهر المرأة نعم. عند العصر شيخنا، هل يترتب عليها قضاء الظهر؟ نعم، هنا تقضي الظهر والعصر، تقضي الظهر والعصر معا، لأن الظهر والعصر يشتركان في الوقت كما المغرب والعشاء، لذلك الفقهاء اسمهم الظهران والعشاءان الظهران، فبالتالي تقضي صلاة الظهر ومعها صلاة العصر أيضا. نعم. من السكيكدة إلى تونس سيدة أم أحمد. الأخت أم أحمد من السكيكدة حول مسألة الأرض والوراثة في الأرض التونسية. نعم. وجد الوالد والتفاصيل. نعم. أولا نقول لك جد الوالد رحمه الله نتبعها خطوة خطوة. الأخ أحمد قال لي تحول إلى والصلح خير، فبالتالي إذن جد الوالد في حياته قسم على 3 أبناء وعلى الحفيد، يعني وليد ابنه مات في حياته. هنا هو قسم لهم في 4، 3 أبناء ولاده والآخر حفيده. الآن نقول لك فإذا وقع ما ذكرت فلا يمكن التراجع عن الهبات، لا يمكن، لا في القانون الجزائري ولا في القانون التونسي. يعني مجلة الأحوال الشخصية التونسية تسمح بتوزيع هذه الأرض إما عن طريق الهبة أو عن طريق الوصية. أنت قلتي وصية، ذكرت أيضا كلمة الوصية، ونبه السادة المشاهدين إلى أن هناك فرق بين الوصية والهبة. الهبة تنفذ حال حياة الواهب في حياته، أما الوصية إذا كان بالوصية ما عندوش حق يخلي وصية لولاده. لماذا؟ لأنهم هم ورثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن هذه الوصية تولي موقوفة على إجازة الورثة الآخرين إن وجدوا، عنده حق يعطيهم الهبة. أما الوصية عنده حق يعطيها للحفيد فقط. لماذا؟ لأنه هو لا يرث بالقواعد العادية للميراث. طيب، ممكن أن أعطي لك حل آخر اللي هو ماشي عن طريق الوصية الاختيارية، ماشي عن طريق الهبة، عن طريق بالنسبة للأولاد نتاعو يرثون بالقواعد العادية للميراث، بالنسبة للحفيد يرث عن طريق الوصية الواجبة أو عن طريق التنزيل اللي راه موجود أيضا في القانون التونسي وموجود في القانون الجزائري في المادة 169 إلى غاية المادة 172 من قانون 84/11 أي قانون الأسرة. أنت بعدين قلتي خرج خبار أنه الدولة استولت عليها. لا تستولي الدولة التونسية على هذا الميراث. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الميراث شاغر يولي تديه الدولة الجزائرية طبقا للمادة 180 من القانون الجزائري. الورثة كان 4، كاين أصحاب الفروض، كاين العصابات، كاين ذوي الأرحام. فإذا كان واحد خلى ميراثه وما عندوش كاع هؤلاء الأقارب، تأتي الخزينة تاع الدولة الجزائرية لتورث، كما الآن يحصل في بلاد في المهجر مثلا، بعض الجزائريين اللي يموتوا وما عندهم حتى وارث. من يرثهم؟ ترثهم الخزينة العمومية تاع الدولة الجزائرية، ماهوش نتاع
دولة أخرى تونس ولا غيرها. لذلك نقول لك أن هذه المعلومة غير صحيحة، يعني حسب علمي بالقانون التونسي هذه المعلومة غير صحيحة. أنت قلتي بعد الاستقلال رجعوا إلى الجزائر بقيت هذه العقارات مسجلة على الجد. الله يبارك. إذن ما دام كما قلت راهي مسجلة على الجد، إذن وأين الإشكال؟ فالحقوق الميراثية محفوظة طبقا للقانون الجزائري وكذلك للقانون التونسي، وقبل ذلك كله طبقا للشريعة الإسلامية. لذلك طلبنا الهاتف نتاعها، أكيد يكون خلاتها إن شاء الله تعالى ونتواصل معها، وإن شاء الله في اللقاء القادم بعد ما نتواصل خلال الأسبوع هذا إن شاء الله نفيد السادة المشاهدين بالجديد في هذا الموضوع باش يعني يستنير الجميع. شكرا شيخنا، ربي يحفظك، لأنه لم يبقى في الأصل وقت كبير. مازال النصيب هذا النصيب أتصور أنه يتحول بالفعل إلى برنامج الصلح خير، لأن المسألة تتعلق أيضا فيها نوع من الصلح صحيح. ولكن هذه مادام ميراثها يعني بسيط، يعني هي قالت نصيب الوالد 4 دقائق بإذن الله إن شاء الله، ونكملوا الباقي إن شاء الله بيبارك في الوقت إن شاء الله. بالنسبة لنصيب الوالد نتاعك، أنت قلتي خلى 3 بنات وخلى عم حي وخلى عم حية وعم مات بعده، هكذا قالت. نعم. الجواب كالآتي: أنتم 3 بنات عندكم ثلثان يعني 2/3 على 3. أما الباقي يؤول إلى العمين، إلى العم الذي لا يزال حيا وإلى يعني الثلث اللي بقى، وإلى العم الذي مات بعد والدك. وحصته تؤول إلى أولاده أو إلى ورثته حسب الفريضة الشرعية. أما العمة تسمح لنا ما تدي ولا شيء لأنها من ذوي الأرحام. إذا أنتم 3 بنات عندكم 2 على 3، إذا خلى مثلا 60 هكتار، أنتم عندكم 40 هكتار ليكم توزعوه بالتساوي بيناتكم في 3، و20 هكتار اللي بقات تتوزع 10 على عمك اللي حي يدي 10، وعمك اللي مات بعد باباك يدي 10، و10 هكتار هذيك ترجع إلى ورثته هو. أما العمة نتاعك لا ترث شيئا لأنها من ذوي الأرحام. نعم. بارك الله فيك شيخنا. دقيقتين مع الأسف سيدة أم طارق، بالنسبة للصيام هي تصوم الاثنين والخميس الله يبارك يا أم طارق، يعني كما وزر ربي ما شاء الله راك تصوم الاثنين والخميس، ولكن في شهر شعبان تكثرين من الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد، وفي حديث أيضا أم سلمة، وحديث أم عائشة رضي الله عن الجميع. إذن صومي براحتك وصوم ألم مازال يبس يومين رمضان ذينا أتحفظ تصوم ضارة أي يوم الزمرض ما تحفظ يومين 3 أيام قبل رمضان ذيني قرزم وذي قبل ربي إن شاء الله. شفع الوتر هل تقرأ سورة بعدها؟ سورة الفاتحة زائد ما تيسر من القرآن. اقرأ آيتين، اقرأ سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا يكفي إن شاء الله تعالى، أو ما تحفظين من أي القرآن. هل يمكن أن تتصدق على أمها المريضة؟ الأم المريضة أول مبدأ استيقاظ الذمة المالية، الأصل أنه الأم نتاعك تفدي أيامها من مالها الخاص لاستقاية الذمة المالية، ولكن يجوز لك يا الأخت نصيرة باش أنت تقدمي هذا المبلغ المالي الفدية نتاع الصيام الوالدة نتاعك بمحض إرادتك، ليس في ذلك حرج، وذمتها بريئة وهذا يجزئ عنها. نعم. بارك الله فيك. بعد التهاون عادت بإذن الله. الحمد لله. أولا أنصحك بألا تتهاوني في المستقبل، حافظي على صلواتك. أما الصلوات الفوائد ممكن تقضيها بالطرق الآتية. الطريقة الأولى تصلين الصلاة الحاضرة، يعني تصلي مثلا الظهر نتاع اليوم والعصر نتاع اليوم وهكذا، وكي تصلي أي صلاة نتاع اليوم تقضي الصلاة اللي فاتت. صليت الصبح نتاع اليوم الفريضة يعني الحاضرة، صلي الصبح اللي فاتت، صلي الظهر نتاع اليوم، صلي الظهر اللي فاتت، وهكذا. كي خلاص نهار ب5 صلوات راكي صليتي الصلوات الحاضرة، وكذلك راكي قضيتي نهار. هذه طريقة. الطريقة الثانية أنك في أي وقت يكون عندك يعني الوقت قادرة تقضي يوم كامل أو أكثر من ذلك. تصلي الصبح يعني الفريضة، مانيش نقصد الرغيبة اللي هي السنة، لا نقصد الفريضة، وتصلي الظهر العصر المغرب العشاء راكي، وما تصليش الشفع والوتر ما تقضيهمش، راكي قضيتي نهار. إذا عندك قدرة ممكن تزيدي نهار واحد آخر، يومين 3 أيام في اليوم الواحد. وممكن أيضا تكثرين من النوافل
وهذا أيضا يجزئ في رأي فقهي. ما دام نعود إلى الاختلافات الفقهية، هناك اللي يقول لك الصلوات الفوائت لا تقضى نهائيا، ولكن الذي نفتي به عملا بالفقه المالكي الصلوات تقضى، لأن دين الله أحق أن يقضى، وإذا جمعت بين الأمرين فقد جمعت بين الخيرين. شيخنا السعيد، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به في عدد هذا اليوم من برنامج هل سألوا. مشاهدي الكرام، تحيات فريق العمل التقني اللحظة بقيادة المخرج سيد أحمد بن عمر. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم. السلام.